بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات عمان الرياضية في كل مكان، نرحب بكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. طابت أوقاتكم، أسعد الله مساءكم بكل خير في ليلة رائعة هناك في مسقط التاريخ ومسقط الحرية عمان. اليوم في حضرة المنتخب الألماني، ألمانيا التي دائما ما تسطر الملاحم الكروية، كذلك تقابل عمان هذه الليلة بالزي الأبيض. عمان يدخل هذه الليلة بمقابله الزي الألماني الذين تعودوا أن يلبسوا هذا الزي. المنتخب الألماني هذه ليلة رائعة، والفرصة الأولى قد تكون للمنتخب العماني وكذلك للمنتخب الألماني من أرض العز والمجد، من حيث تتحدى الرمال الحمراء لحظات الكبار من مسقط إلى ميونخ. موعد من ذهاب بين الطموح والإرث، بين منتخب يحلم بصناعة المجد ومنتخب سطر التاريخ في صفحاته. عمان ترفع الراية وألمانيا تختار الكبرياء. هناك مباراة الأحلام بين الأحمر العماني والمكينة الألمانية، لقاء لا يوصف إلا بكلمة رائعة، بل كلمة جميلة جدا. يا لها من ليلة رائعة. كرة كانت ألمانيا في الفرصة الماضية لكن قطعت من المنتخب العماني ومن الدفاعات العمانية، وعودة هنا للمنتخب العماني في وسط أرضية الملعب حتى لم نبدأ بالتشكيلة بعد. وكرة خطيرة لعمان من البداية يا عمان، كرة طويلة من قبل يحيى وإلى خارج، لم تخرج بل إلى أحضان حارس المرمى مانويل نوير في اللقطة الماضية. مدربي منتخب عمان اللي حاضر أمامكم هذه الليلة، ماذا سيفعل هذه الليلة؟ هل سيسطر تاريخ والمجد العماني التي طال انتظار هذه الليلة؟ عمان أم ألمانيا؟ عمان أم ألمانيا؟ يعني ألمانيا هي من كتبت التاريخ، وهي من لديها تاريخ، وكذلك هي الفعل والقول. لكن لا ننسى أن لدينا منتخب عربي اسمه عمان قد يكتب التاريخ هذه الليلة. نسينا التشكيلة لكن نبدأ بتشكيلة المنتخب العماني. هناك في حراسة المرمى فايز الرشيدي، كذلك في الدفاع أحمد الكعبي، محمد المسلمي، جمعة الحبيسي، علي البوسعيدي. أما في خط المنتصف حارب السعدي، صلاح اليحيائي، أرشد العلوي. في الهجوم المنذر، خطيرة ممكن عمانية في وسط الأرضية، ما زالت لم تكن كرة صعبة لكن داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات الألمانية. وصلنا في التشكيلة صلاح اليحيائي، أرشد العلوي.